حذاء غاندي. في إحدى المحطات كان غاندي يجري مسرعا نحو القطار حتى يلحق به. بدأ القطار بالتحرك رويدا رويدا، مما دفع غاندي إلى الركض مسرعا إلى أن قارب على اللحاق به، فقفز قفزة تمكن فيها من الصعود إلى مقطورته الأخيرة. حينها ابتسم غاندي فرحا لأن الرحلة لم تفته، إلا أنه لم يدرك أن تلك القفزة كلفته سقوط فردة حذائه خلف القطار دون أن يدري. لم يفكر غاندي كثيرا قبل أن يخلع فردة حذائه الثانية ويلقيها بسرعة لتستقر بجوار الفردة الأولى، فتعجب أصدقاؤه من فعله هذا وسألوه عن سبب تصرفه، فقال الحكيم غاندي: لن أستطيع العودة لإحضار الفردة التي سقطت مني، كما أنني لن أستفيد من فردة الحذاء الأخرى إذا ما بقيت معي، فرميتها عل فقيرا يجدهما فينتفع بهما معا.